وضيف الترجي الرياضي التونسي. وطبعا يعني تاريخيا النجم الرياضي بالمتلوي كان يعني اقصى مره الترجي الرياضي التونسي في طبعا مسابقه الكاس هنا في ملعب المتلوي، كان ذلك سنة 2018 الدور السادس عشر وقتها في الرابطة المحترفة الأولى، وعمل لا عمل زوز مقابلات لأن هذه مباراة كأس، عمل 6 مقابلات في الرابطة المحترفة الأولى وزوز مقابلات في الرابطة المحترفة الثانية، واليوم أول مباراة على مستوى مسابقة كأس تونس. إذا انطلاق المباراة مشاهدينا هنا في الملعب البلدي بالمتلوي. الهجوم الأول للترجي عن طريق جاك ديارا. جاك ديارا يتمكن من التوزيع، التسديدة، الهدف الأول، الهدف الأول لصالح الترجي الرياضي التونسي عن طريق حسام تقا. إذا منذ اللحظات الأولى تقريبا 30 ثانية والترجي الرياضي يفتتح النتيجة بعد هجوم قاده جاك ديارا من الجهة اليسرى، توزيع وكما جاءت على طاير. الهدف كان لصالح الترجي الرياضي التونسي عن طريق حسام تقا. نشوفوا الإعادة، هذه الكرة وهذه التسديدة كما جاءت على طاير من لاعب الترجي حسام تقا، وهذه التوزيعة جاك ديارا ممتازة جدا. العملية الأولى والهدف الأول تسديدة على طاير من متوسط ميدان الترجي الرياضي التونسي. التقدم منذ 30 ثانية وفرحة كبيرة بالنسبة للاعبي الترجي. إذا ننتظر عودة استئناف اللعب هنا في ملعب المتلوي مع غلق كل المنافذ بالنسبة لفريق نجم المتلوي. الكرة من عبد الرحمن كوناتي، حسام تقا يتعدى لكن يرجع بالكرة مرة أخرى. كايتا يعطي الباس، الكرة تعدى الجبري والكرة الثانية وخطيرة العملية، كوسيلة وتسديدة وبعيدة الكرة، ضربة مرمى، تسديدة قوية للترجي الرياضي التونسي كانت من ابراهيم كايتا الظهير الايمن اليوم بعد عمل هجومي امام المنطقه، والكره الاخيره كانت من ابراهيم كايتا. شوف الاعاده هيك هذيك الباس الاولى، الثانيه كوسيله ابو عاليه، ثم العيفي يرجع لكوسيله ابو عاليه، والكره الاخيره ياسين بوخريس طويله في اتجاه المناصري، الكنترول معاه كايتا او دياكيتي في اللقطه الاخيره، تمشي عبد الرحمن كوناتي خطيره، اشرف الجبري للترج، اشرف الجبري شنو باش يعمل؟ يصوب كره جانبيه، تصويبه ممتازه كانت من اشرف الجبري ومرت جانبيه على الحارس حمزه بن شريفي. في تنفيذ الكره ثابته يخليها كوسيلة ابو عاليه وينفذها رفيعه، يلعب كره مقوسه ثم مره اخرى حسام تقا، ولكن الدفاع يتدخل والهجوم المعاكس. اسلام القاسمي لصالح النجم الرياضي بالمتلوي، تتعدى الكره يحاول يعمل المراوغه ولكن يخلط رفيعه في التغطيه. ترجع كره لفايته الترجي، مقطوعه الكره، ترجع بيب ديامي، بيب ديامي يلعب معاه تقا، تمشي عن طريق السلطاني بالراس، متابعه خطيره، التعادل. فما رايه في اللقطه الاخيره التعادل، وفما رايه كانت سبقة الهدف من المساعدة الثاني. الحكم أحمد الذويبي يلغي هدف النجم الرياضي بالمتلوي. الراية ما نعرفوش على شكون رفعها بالضبط، أي لاعب متسلل أكيد بالإعادة. سنتابع الكرة الماضية، هذه الكرة بالراس كانت راجعة من مرياح، هذه إعادة للكرة الأخيرة. بيب ديامي المناصري يبحث عن الحلول، خاطئة الكرة وتخرج من جاك ديارا أو عند جاك ديارا. الكرة هزمة للترجي 4-4، تمشي كرة نضال العيفي على الرواق الأيسر للترجي. نضال العيفي حاب يلعب تمريرة ياخذها رفيع، خطيرة كرة للترجي وسهلة في يدين الحارس. كانت تكون كرة خطيرة لفريق الترجي الرياضي التونسي. وفي هذه الآونة بالضبط مشاهدينا الكرام على القناة الوطنية الأولى، قائد فريق حارس مرمى أسامة البحري 5-6 فارس المسكيني. وفي هذه الآونة كرة من هناك على الجهة اليسرى لهجوم الترجي، كرة سريعة، نضال العيفي يوزع الكرة خطيرة
لفات الترجي داخل منطقة الجزاء. الترويض التصويب والحارس ممتاز. ما زالت الكرة في انه يكون خطير جدا. حسام تقى نعم 3-1 للنجم الرياضي بالمتلوي. ابرز النتائج اللي حققها نجم المناجم في مسابقة كأس تونس. الكرة من شهاب الجبالي لجاك ديارا ممتاز. يتعدى ديارا خطير يخرج كرة. الهدف الثاني. الهدف الثاني عن طريق أشرف الجبري والتوقيت هو 13 دقيقة لعب في الشوط الثاني، يعني دقيقة 58 بنفس الخطورة وبنفس السرعة وبنفس يعني الفنيات. جاك ديارا ممتاز جدا في الرواق الايسر، تعدى بالكرة وخرج كرة في طبق لاشرف الجبري كنت نتحدث عليه، سحب زوز اهداف في لقاء الكاس الماضي في الدور السادس عشر. شوفوا السبرينت اللي عملها جاك ديارا ممتاز جدا قبل ما تخرج الكرة على الخط النهائي للميدان. هذه كرة تماسي نجم المتلوي، يخرج جمال اللام بميش بامتياز، ياخذ الكرة هجمة سريعة هلال الترجي التونسي. فلوريان دانو في اول لمس للكرة. دانو يلعب مع هيثم ثو، يلعب الكرة لشياب جبالي. كسيل ابو عالية، جبالي ابو عالية في ال 18. كسيل شنو باش يعمل؟ يصوب جول ثالث. الهدف الثالث من كسيل ابو عالية في الدقيقة 15 في الشوط الثاني، تقريبا بعد زوز دقائق من تسجيل الهدف الثاني. كسيل ابو عالية امامكم في الصورة هذه. عادل العملية 1-2 بينه وبين جبالي. يمهد يفتح الزاوية ويصوب ويسجل ثالث هدف المباراة. كما ذكرت كسيل ابو عالية 9 اهداف في رصيده مع الترجي بالنسبة للبطولة. نعم للترجي الرياضي امام النجم الرياضي بالمتلوي. هذه كرة للنجم الرياضي بالمتلوي، وراء الكرة شيري بوديان السنغالي اكيد باش يحاول يذلل في فارق نجم المتلوي. طويلة الكرة، المتابعة من البحري، التصويب جول. التصويب جول من البحري. امامكم قلت يحاول نجم المتلوي العودة في النتيجة، والبحري في الدقيقة 24 يذلل الفارق، تصبح النتيجة 3 أهداف مقابل هدف. تقدم الترجي الحساب. نجم المتلوي مباراة مفتوحة إلى حد الآن، 4 أهداف من جانب الفريقين. هذه عادل العملية أمامكم. البحري في المتابعة يصوب بكل قوة ويغالط أمان الله مميش ودفاع الترجي كان في مكان يعني مفرده أمامكم. البحري كل قوة من هناك على الجهة اليسرى، يلعب كرة مع فلوريان دانو. المتابعة اللصيقة دانو، التصويب والحارس ممتاز. أي تصويبة كانت من حسام تقى في اللقطة الأخيرة أمامكم في الصورة، وجبالي باليسرى. هذه عادة قوي بدنيا فلوريان دانو، ياخذ الكرة جبالي يدخل 18 يصوب في المباراة. الكرة تعود للنجم الرياضي بالمتلوي، تتعدى الكرة المنصري ممتازة داخل منطقة الجزاء. التسديد بعيدة، التسديد بعيد. النجم المتلوي ضاغط الآن في هذه الفترة على دفاع الترجي التونسي. صحيح ظل الفرق، ولكن إذا سجل هدف ثاني يعني وجه المباراة سيتغير. هذه كرة للنجم المتلوي على الترجي في البطولة، يعني عنده انتصار في البطولة وانتصار في الكأس فقط. بالنسبة للنجم المتلوي 22 انتصار كاملة للترجي في البطولة على النجم الذي بالمتلوي. كسيل ابو عالية يضرب الكرة، تصطدم الكرة بالعارضة، تصطدم الكرة بالعارضة والكرة خرجت على ما يبدو لي ضربة مرمى. هذه كرة أخرى خطيرة. هذا وكسيلة ابو عالية قلنا اللاعب اللي يجيد يعني المراوغات، يعني لاعب عنده فنيات كبيرة وكذلك يجيد التسديد. شوفوا الإعادة، يراوغ ويسدد والكرة